لو كنت فاكر إنك عرفت كل حاجة عن الجانب المظلم للإنترنت في الجزء الأول، فأنت لسه ما شفتش حاجة. النهاردة إحنا مش بنتكلم عن تجارة عادية، إحنا بنتكلم عن ألغاز برمجية حيرت المخابرات، وجواسيس باعوا أسرار نووية في سندوتشات، وقصص لبشر جردوا نفسهم من الإنسانية. جهزوا نفسكم لأننا هننزل لعمق أبعد بكتير في الدارك ويب. بس خلي بالك في المكان ده لو بصيت للهوية كتير ممكن تلاقي الهوية هي كمان بتبص عليك. أول حكاية معانا بتبدأ في أستراليا سنة 2011. بيتر سكالي ما كانش مجرم عادي، ده كان راجل نصاب ومتهرب من الضرايب ومطلوب للعدالة في قضايا مالية. وبدل ما يسلم نفسه قرر إن هو يهرب بفلوسه على الفلبين، وهناك اختار مدينة اسمها كاجايان دي أورا. سكالي ما كانش بيدور على الاستقرار، كان بيدور على بيئة خصبة كده للجرايم بتاعته، ولقى في القرى الفقيرة هناك الغرض بتاعه. سكالي كان عارف إن هو كأجنبي هناك حركته هتبقى مكشوفة جدا، فكان محتاج زي غطا محلي كده يبقى معاه هناك يسهل له الأمور. وهنا ظهرت دور شريكته الفلبينية مادلين بالود. مادلين دي بقى كانت هي المحرك الأساسي، كانت بتنزل القرى وتوهم الأهالي الفقراء إن الخواجة ده عنده شركة دعاية ومحتاج أطفال يصوروا إعلانات، أو مثلا موديلز الملابس مقابل مبالغ تافهة. الأهالي من غلبهم كانوا بيوافقوا، وما كانوش يعرفوا إنهم بيسلموا ولادهم لكيان شيطاني. وقتها سكالي بدأ إنه هو يبني زي استوديو كده في سرداب تحت البيت بتاعه، وبدأ يدخل عالم الدارك ويب. ما كانش بس بيصور فيديوهات ويرفعها، ده عمل زي نادي كده حصري للأثرياء المرضى من كل دول العالم. واللي كانوا مشتركين في النادي ده كانوا بيدفعوا بالبيتكوين عشان يطلبوا منه يعمل حاجات معينة في الأطفال. وعند فيديو معين كان هو ده الفيديو اللي خلى المحققين اللي شافوه يجيلهم صدمات عصبية ونفسية. تحقيقات كشفت إن سكالي ما كانش شغال لوحده في العالم، كان في حاجة اسمها الخلايا النائمة في ألمانيا وأمريكا وكندا، ودول بقى كانوا ناس وظيفتهم الرئيسية إنهم ياخدوا الفيديوهات الخام دي ويمنتجوها ويوزعوها في سيرفرات مخفية بعيد عن الحكومات. وكمان كان في ناس مهمتها تعمل عملية غسيل أموال، ناس كانوا بياخدوا البيتكوين من المشتركين ويحولوها لفلوس كاش ويبعتوها لسكالي بأسماء وهمية عن طريق ويسترن يونيون عشان الحكومة ما تشكش فيه. الحقيقة إن سكالي كان فاكر إن هو بروفيسور في التشفير، بس وقعت الشاطر بألف. الخيط جه من ألمانيا، الشرطة هناك كانت بتراقب واحد من الزباين بتوعه المهمين، ومن خلال جهازه قدروا يوصلوا لعنوان الاي بي الخاص بسيرفر مخفي سكالي كان بيستخدمه زي مخزن كده. الاف بي اي مع الشرطة الاسترالية والفلبينية اشتغلوا مع بعض في عملية سرية اسمها عملية لوكسمبورغ. فضلوا يتتبعوا حركة البيانات لشهور لحد ما حددوا البيت اللي طالع منه البث في مدينة كاجايان دي أورو. وفي 2015 قوات خاصة فلبينية حصرت البيت ده. سكالي حاول ينكر كل حاجة في الأول، بس المحققين كانوا فاهمين اللعبة دي كويس. كسروا أرضية البيت ولقوا السرداب السري، ولقوا هناك كمان أجهزة كمبيوتر عملاقة وكاميرات عالية الدقة، ولقوا كمان ملفات منظمة لكل طفل بالاسم والطلبات اللي اتنفذت فيه كمان، ومين الزبون اللي دفع. ولقوا كمان أدلة رقمية بتثبت تورط أكتر من 100,000 عضو في المنتدى السري بتاعه حوالين العالم كله. المحاكمة بتاعته كانت تاريخية. سكالي حاول إن هو يمثل إن هو ضحية وإن مادلين هي اللي أجبرته على كده، ومادلين قالت العكس تماما، لكن الأدلة الرقمية اللي صوت وصورة قطعت لسانهم. في 2018 أخد أول حكم بالسجن المؤبد، وفي 2022 القضاء الفلبيني أصدر ضده حكم مؤبد تاني في قضية تعذيب الأطفال والإتجار بالبشر، وده حكم نهائي ملهوش خروج أبدا. عايز أقول لكم إن سكالي دلوقتي بيقضي عقوبته في سجن نيو إليبيت في الفلبين، والسجن ده يعتبر من أخطر سجون العالم. وفي قاعدة كده مش مكتوبة هناك بين المساجين إن اللي بيأذي الأطفال ملوش دية. يعني سكالي عايش هناك في عزلة وخوف دايم، والعدالة الأرضية اتحققت قبل العدالة الإلهية. قضية بيتر سكالي تسببت في تشريع قوانين دولية جديدة زي قانون سكالي في استراليا، اللي بتسمح بملاحقة المجرمين أيا كانوا فين في العالم. القصة دي بتفكرنا إن دايما الستر له آخر، وإن مهما كان المجرم متخفي ورا شاشات وتشفير، في دايما خيط بيوصل لحبل المشنقة أو المؤبد في حالته. وتعالوا نشوف القصة التانية. والحكاية دي بتبدأ عند مهندس أمريكي اسمه جوناثان ويفلو. الراجل ده ما كانش موظف عادي، ده كان مهندس نووي في القوات البحرية الأمريكية، ومعاه تصريح أمني سري للغاية. وظيفته كانت تصميم وصيانة المفاعلات النووية اللي بتشغل غواصات من طراز فيرجينيا، ودي أغلى وأقوى غواصات في العالم.
جوناثان وبتحويض من مراته ديانا اللي كانت مدرسة تاريخ ومعاها دكتوراه قرروا إن ولائهم لبلدهم ملوش قيمة قدام الدولارات. وفي أبريل 2020 جوناثان بعت طرد سري لبلد أجنبي. التقارير أكدت إن هي البرازيل. الطرد ده كان فيه عينات من ملفات سرية ورسالة واضحة: أنا مش صديق لبلدي، أنا تاجر وعايز أبيع أسرار النووي، لو مهتمين اتواصلوا معايا. وهنا حصلت المفاجأة. البرازيل بدل من إنها تقبل الصفقة قررت إن علاقتها بأمريكا أهم، وسلمت الطرد ده لمكتب ال FBI في برازيليا. ومن هنا بدأ الكمين بقى إنه يشتغل. ال FBI عينوا عميل سري انتحل شخصية مسؤول برازيلي، وبدأ يتواصل مع جوناثان عن طريق الرسائل المشفرة. جوناثان كان خايف جدا، فطلب عربون بالعملات الرقمية عشان يضمن إن محدش يتتبع الفلوس دي. وبالفعل ال FBI حولوا له مبالغ وصلت ل100,000 دولار عشان يطمنوه ويجروا رجله. وفي يونيو 2021 جه وقت أول عملية تسليم حقيقية. جوناثان ومراته ديانا سافروا لولاية فيرجينيا الغربية. ديانا كانت بتلبس لبس رياضي وتعمل نفسها بتجري عشان تراقب المنطقة، وجوناثان كان هو اللي بيحط الأمانة. وعشان يداري الكارت الميموري اللي عليه أسرار المفاعلات عمل أغرب حاجة ممكن تتخيلها: جاب سندوتش زبدة فول سوداني وحط الكارت جوه الحشو وقفل السندوتش وحطه في كيس بلاستيك. كان فاكر إن ريحة الزبدة النفاذة دي هتخبي ريحة الإلكترونيات عن الكلاب البوليسية، ودي كانت معلومة قديمة وفاشلة. وفي مرات تانية استخدم علب لبان وفضل يغير في أماكن التسليم، وال FBI بيصوروا لايف في كل مرة. وبعد سنة كاملة من المراقبة ال FBI اتأكدوا إن جوناثان سلم معلومات حقيقية وحساسة تضر الأمن القومي. وفي أكتوبر 2021 وأثناء ما كان بيحط طعم جديد في مكان التسليم حصرتهم قوات ال FBI وقبضوا عليه هو ومراته متلبسين. في المحكمة جوناثان انهار واعترف بكل حاجة، وتبين إن هو كان بايع ملفات بتشرح بالتفصيل إزاي المفاعلات النووية في الغواصات بتشتغل، ودي معلومات لو وقعت في إيد عدو ممكن تنهي تفوق أمريكا البحري. جوناثان أخد حكم 19 سنة سجن، والزوجة ديانا اللي كانت العقل المدبر والمحرض أخدت 21 شهر سجن حكم مخفف نتيجة صفقة قانونية. البحرية الأمريكية بعدها اضطرت إن هي تصرف ملايين الدولارات عشان تغير أنظمة التشفير، وكمان تغير بروتوكولات الغواصات، لأن جاسوس السندوتش ده خلى أسرارهم بقت على المشاع لل FBI ولأي حد كان ممكن يشتري. وفي النهاية القصص اللي حكيناها النهاردة عن الشخصين دول بتثبت حاجة واحدة بس: إن الدارك ويب مش هو اللي بيصنع الوحوش، هو بس بيديهم القناع اللي يدور وراه وشهم الحقيقي. بيتر سكالي اللي اتخلى عن إنسانيته، أو المهندس اللي باع بلده عشان شوية فلوس متشفرة. الاتنين كانوا فاكرين إنهم أذكى من النظام وإن الشاشات هتحميهم للأبد، بس الحقيقة إن مفيش تشفير في العالم يقدر يخبي ريحة الجريمة للأبد. والنهاية كانت دايما واحدة: جوه السجن. السؤال اللي عايز اسيبه لكم النهارده: تفتكروا في كام واحد زي سكالي او ريفيليو لسه مستخبي ورا شاشته دلوقتي وبيدبر للمصيبة اللي جاية؟ وهل التكنولوجيا فعلا نعمة ولا هي اكبر فخ البشرية وقعت فيه؟ انا محمد وحكيت لكم الحكاية زي ما هي، ومستنى اشوف رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات.